السلام عليكم. مازال معكم الأسئلة ديال حق الأسبقية وملتقى الطريق. غنحاولوا نجيبوا جميع الحالات ديال ملتقى الطريق ونديرهم إن شاء الله ونشرحوهم بالتفصيل باش ميبقاش عندكم المشكل كاع في ملتقى الطريق والأسبقية. السؤال رقم 1 كيقول: واجب عليا نسمح بالمرور للسيارة الحمراء؟ الجواب نعم 1. الجواب 2 لا. السيارة الكحلة؟ الجواب 3 نعم. الجواب 4 لا. الجواب هو 1 و4. علاش 1 و4؟ لأن ملتقى طريق بدون علامة أو شرط المرور الأسبقية لمن. عقلوا على هذه القاعدة مزيان. أي ملتقى طريق بدون علامة أو شرط المرور الأسبقية لمن هو اللي كيدوز. غنعطي دابا الأسبقية للسيارة الحمراء وندوز أنا وعاد دوز السيارة الكحلة. السيارة الحمراء عرفناها هي الأولى غادي دوز حيت هي جاية في اليمين ديالي. السيارة الكحلة علاش غندوز أنا قبل منها؟ لأن هي غادي تدور، وإلا دارت غادي نولي أنا في اليمين ديالها، أنا اللي خاصني ندوز الأول. وإلا كنت غادي ندور على يدي ديال الشمال غادي تولي هي في اليمين ديالي، هي اللي خصها دوز الأولى. دابا غادي ندوز أنا الأول لأن هي إلا دارت غتقطع عليا الطريق. كندوز أنا وعاد كدوز هي. هادي قاعدة وحدة أخرى عاوتاني كتسهل عليك شوية المأمورية على هاد ملتقى الطرق. كاع السائر قبل الدائر. إلا غادي يمشي طول قبل ملي غادي يدور، لا يدور هو اللي كيتسنى. إلا غادي يمشي طول هو اللي كيوقف. هادي في ملتقى الطرق، هداك اللي جاي قبالتي اللي كان غادي يدور هو اللي غادي يتسنى، واللي كان غادي يمشي طول هو اللي كيمشي طول. هذا في ملتقى الطرق اللي جاي قبالتي، بحال السيارة الكحلة هي اللي غادي تدور هي اللي غادي تسنى، أما أنا غادي نمشي طول أمشي قبل منها. الجواب هو 1 و4. السؤال الثاني كيقول: كمل طريقي. الجواب 1 ولا نوقف؟ الجواب 2. الجواب هو 2. علاش الجواب 2؟ لأن الضوء البرتقالي شعل، غادي يشعل الضوء الأحمر موراه. خاصني نوقف ضروري، لأن الضوء الأحمر غادي يشعل فجأة مور الضوء البرتقالي، وإلا كان داك الضوء البرتقالي كيرفرف كيطفى ويشعل بالزربة. إلا كان داك الضوء البرتقالي كيطفى ويشعل بالزربة كيعني بأن الإشارات الضوئية ما خداماش، وإلا كانوا كلهم طافيين كيعني بأن الإشارات الضوئية ما خداماش، وإلا كان شاعل هاكا ما كيسني ما والو كيعني بأنها راها خدامة. خاصني نوقف ضروري. وإلا كان كيطفى ويشعل بالزربة ولا كلهم طافيين كيعني بأن الإشارات الضوئية ما خداماش. خاصني نطبق القاعدة ديال ملتقيات الطرق ملي من كيدوز. وإلا كانت البلاكة كندي على البلاكة، بحال هادي راه كاينة البلاكة الصغيرة في الكبيرة كنولي كندي على البلاكة. إلا كان الضوء البرتقالي كيرفرف ديك الساعات كندي على البلاكة، ولا كانوا طافيين كلهم كندي على البلاكة. إلا مكانش البلاكة كنطبق القاعدة ديال ملتقيات الطرق ملي من كيدوز. السؤال رقم 3 كيقول: بغيت نغير الاتجاه لليسار، واش نسمح اللي جايين قبالتي؟ نعم جواب 1. لا جواب 2. اللي جاي على اليمين؟ نعم جواب 3. لا جواب 4. الجواب هو 1 و3. علاش 1 و3؟ كي قلنا قبيلة دائما ملتقيات الطرق الأسبقية الملمة. ملتقيات الطرق بدون إشارة المرور وبدون أضواء وبدون شرطي أسبقية الملمة. وإلا كنت غادي ندور على يدي ديال الشمال الأسبقية اللي جاي قبالتي، الأسبقية الملمة وعاد موراه الأسبقية اللي جاي قبالتي. ولا مكانش ملمة الأسبقية اللي قبالتي، حيت أنا غادي ندور على يدي الشمال. إلا درت على يدي الشمال غادي يولي هو على يدي ديال اليمين. إلا ولا هو على يدي ديال اليمين إذا الأسبقية ليه هو. وإلا كنت غادي نمشي نيشان طول غادي نعطي الأسبقية غير اليمين، وداك اللي قبالتي ما غاديش نعطيه الأسبقية. وإلا كنت غادي ندور على يدي الشمال عاد كنعطي لهداك اللي قبالتي عاد كنعطيه الأسبقية، لأنه كيولي على يدي ديال اليمين. هذا الجواب 1 و3. هذا هو الجواب الصحيح.
1 و3. السؤال الرابع كيقول حركة السير متوقفة، واش نسمح للسيارة الزرقاء بالمرور؟ الجواب 1 نعم، الجواب 2 لا. الجواب هو 1 نسمح لها بالمرور. علاش الجواب 1؟ أولا وقبل كل شيء السياقة تسامح وأخلاق، ما فيها باس نخلي السيارة الزرقاء دوز، لأن الطريق أصلا عامرة، ما عنديش أنا فين نمشي، إلا خرج ما كاين حتى مشكل. إلا كنت في شي ملتقى طريق وكانت الطريق عامرة، كان شي ستوب شاعل وشي واحد باغي يخرج من داك ملتقى طريق وعندي المساحة، ما فيها باس نخليه يدوز. ولكن إلا كنت جاي بسرعة وشي واحد خرج من ملتقى طريق وما عندوش حق الأسبقية، ما يمكنليش نوقف ونخليه يدوز. ولكن أصلا أنا واقف والطريق عامرة وكاين شي طريق كيدير يدوز، نخليه يدوز، حيت أصلا ما يضرنيش أنايا، أنا واقف يمكن له يخرج ماشي مشكل. السؤال رقم 5 يمكن لي نتابع السير القدام؟ جواب 1 نغير الاتجاه اليمين. جواب 2 نغير الاتجاه اليسار. جواب 3. الجواب هو 2 و3، إما نمشي على اليمين إما نمشي على اليسار. أما نمشي طول لا، حيت كاينة بلاكا ديال انتيردي، ممنوع نمشي طول. ديك البلاكا اللي قدامي ممنوع المرور، وهاد الأسهم اللي قدامي تا هما ديال الأسهم ديال الإجبار، كيجبروني إما ندور على اليمين إما ندور على الشمال. أما نمشي نيشان لا، منمشيش طول. وإلا كان غير سهم واحد كيدور على اليمين خصني نتبع السهم نمشي على اليمين، وإلا كان غير سهم واحد كيمشي على الشمال نمشي على الشمال نتبع السهم. دابا هادو جوج ديال الأسهم كيخيروك إما تمشي على اليمين إما تمشي على الشمال، ولكن نتا مجبر إما تمشي على اليمين إما تمشي على الشمال. ولكن باش تمشي نيشان لا، هادوك أسهم تهما ديال الإجبار كيجبروك تبعهم، ضروري تبع الأسهم. السؤال رقم 6 كيقول نسمح للسيارة اللي جاية من اليمين بالمرور؟ نعم جواب 1، لا جواب 2. الجواب هو 2، لا منسمحلهاش بالمرور، لأنه نحن مكاينينش ملتقيات الطرق باش نعطيها الأسبقية. واخا جاي على اليمين ديالي ما خصنيش نعطيها الأسبقية، هاديك فاش كنكون في شي ملتقى طريق هي اللي كنعطيها حق الأسبقية. ما كاينينش واش كاين شرطة المرور واش كاينة إشارات ضوئية، كنعطي الأسبقية غير للسيارات اللي كيكونوا في ملتقيات الطرق. فاش كنكون شي ملتقى طريق ديك الساعات عاد كنتبع القواعد ديال ملتقيات الطرق على حسب واش كاين البلايك ولا ما كاينينش، واش كاين شرطة المرور واش كاينة إشارات ضوئية. الجواب هو 2. السؤال رقم 7 سائق السيارة البيضاء تقدم في ملتقى طريق، يمكن لي نتبعو بلا ما نوقف عند خط الوقوف؟ نعم جواب 1، لا جواب 2. الجواب هو 2، ميمكنش ليا نتبعو، خاصني ضروري نوقف. كاينة العلامة ديال قف، خاصني نوقف، ماشي توقف السيارة البيضاء تمشي ولا توقف، ومن خاصني ضروري نوقف. واخا تكون هي ماركات قف ومشات، أنا خاصني أنا نوقف، أنا خاصني نماركي قف ديالي عاد نمشي. هاد البلاكة هادي ديال قف إجباري تماركي قف، إجباري توقف، حتى كتخوى الطريق على اليمين وعلى الشمال عاد كدوز. السؤال رقم 8 كيقول بغيت نغير الاتجاه اليسار. نعم جواب 1، لا جواب 2. نغير الاتجاه اليمين. نعم جواب 3، لا جواب 4. الجواب هو 1 و3. يمكن لي نمشي إما على اليمين إما على اليسار، ما كايناش شي علامة كتمنعني من المرور، هي على اليمين هي على اليسار. كاين علامة وحدة كتقولك بأن الطريق مسدودة، يمكن لي نمشي معاها ونولي، ولكن ما كايناش شي علامة اللي كتمنعني، يا ندور على اليمين يا ندور على اليسار. يمكن لي نمشي فين ما بغيت، كاين ضوء أخضر، ما كايناش شي علامة ديال المنع اللي كتمنعك تمشي لا على اليمين لا على اليسار، يمكن لك تمشي فين ما بغيت. السؤال رقم 9 كيقول عندي الحق أسبقية المرور فوق هاد القنطرة الصغيرة؟
نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. الجواب هو جوج. ما عنديش الحق في الأسبقية في هاد القنطرة، لأنه ما كايناش علامة تما ديال عندك حق الأسبقية. إلا كانت عندي العلامة ديال حق الأسبقية كتكون عندي حق الأسبقية أنا الأول، ولكن عندي علامة تما ديال الخطر بأن الطريق ضيقة على مسافة محدودة، إذا كيكون المرور بالتناوب وبالتراضي، واللي وصل الأول هو اللي كيدوز. السؤال رقم 10 كيقول: اسمح للسيارة اللي جاية من اليسار بالمرور. نعم الجواب واحد، لا الجواب جوج. الجواب هو جوج، لا ما نخليهاش تدوز. علاش الجواب جوج هو الصحيح؟ ما نعطيهاش حق الأسبقية لأنها عندها علامة ديال ليس لكم حق الأسبقية. ديك العلامة اللي عندها ديال المثلثات ليس لكم حق الأسبقية، هي كتوقف وكتعطي الأسبقية لليمين واليسار عاد كدوز. هي عندها العلامة ديال ليس لكم حق الأسبقية، إذا أنا عندي حق الأسبقية كندوز قبل منها، ما كنعطيهاش أسبقية في ملتقيات الطرق. الجواب هو جوج. السؤال رقم 11 كيقول: غادي يلزمني نسمح بالمرور اللي جاي من اليمين. نعم جواب واحد، لا جواب جوج. نسمح اللي جاي من اليسار. نعم جواب ثلاثة، لا جواب أربعة. الجواب هو جوج وربعة. مخاصنيش نسمح بالمرور لا اللي جاي من اليمين لا اللي جاي من اليسار، لأن هاد العلامة كتعني في ملتقى الطرق اللي جاي أنا عندي حق الأسبقية، ماشي في الطريق كلها، غير في ملتقى الطرق اللي جاي. ملتقى الطرق اللي جاي أنا اللي عندي أسبقية في الطريق. هاد العلامة كتعني الكبيرة في الصغيرة، أنا هو مول الطريق الكبيرة. ملتقى الطرق اللي جاي هما صحاب الطريق الصغيرة، مخصهمش يدوزو قبل مني، خصني ندوز أنا الأول عاد يدوزو هما. السؤال رقم 12 كيقول: يمكن ليا نغير الاتجاه لليمين. نعم جواب واحد، لا جواب جوج. لليسار. نعم جواب ثلاثة، لا جواب أربعة. الجواب هو جوج وربعة. علاش جوج وربعة؟ يمكن لي نغير الاتجاه لا اليمين ولا اليسار، ما يمكن ليش، لأن كاينة علامة ديال المنع كتمنعني ندور على يدي ديال اليمين، وعلى يدي ديال الشمال كاين خط متصل، ميمكنليش ندوز الخط المتصل، ميمكنليش نقطع الخط المتصل، ممنوع كليا، لأنه خط متصل كيتعتبر في قانون السير صور بحال الصور. واش يمكن لي ندوز في الصور؟ لا، إذا خاصني نحسبو صور ما ندوزش فيه، ما نقطعوش، ما ندوزش من فوق منه، ممنوع منعا كليا ندوز من فوق خط متصل. يمكن لي ندور لا اليمين ولا الشمال. الجواب هو جوج وربعة. السؤال 13 كيقول: هاد الشاحنة طالعة بصعوبة، نوقف باش نسهل لها عملية المرور. نعم جواب واحد، لا جواب جوج. الجواب هو واحد، نسهل عليها عملية المرور. قاعدة كتقول: إلا كان شي شاحنة ولا أي سيارة طالعة بصعوبة فواحد العقبة وأنا هابط، كنوقف كنخليها هي كدوز، لأن الطلوع هو اللي صعيب أما الهبوط ساهل. الطلوع هو اللي خاصو مجهود باش السيارة كتطلع، كتستعمل واحد القوة أكتر باش كتطلع في العقبة، أما الهبوط يمكن لها تهبط غير بلا كسيلاتور، تزود رجلك على الكسيلاتور وهي كتهبط. يبقاو يجيوكم بعض المرة أسئلة متشابهة ولكن الصور مبدلة، ما تديوش على الصور، ديو على الأسئلة، ما تديش على التصويرة ما تديش عليها، دي على العلامات وعلى النوع ديال الطريق وعلى الحالة اللي فيها هي الطريق. أما تدي على التصويرة لا، بعض المرة كيتقلب غير السؤال. السؤال 14 كيقول: نوقف ونسمح للراجلين يقطعوا الطريق. جواب واحد، نستعمل الممر اللي على اليسار ونكمل طريقي. جواب جوج. الجواب هو واحد، نوقف ونسمح للراجلين يقطعوا الطريق ونستعملش الممر الآخر. علاش؟ لأن الراجلين الأسبقية ليهم، أسبقية للراجلين. أي ممر راجلين أي واحد حط فيه رجلو، الرجل الأولى كي كيحطها خاصك توقف ضروري، وحتى من غير ممر راجلين، غير هو ممر راجلين ضروري ومؤكد، غير كيحط الرجل الأولى خاصك توقف في أي سؤال.
غير حط غير رجل الأولى من تحت الطريطوار خاصك توقف.